هذا الموقع فورديل فود. يا بنات زي ما حكيت لكم كتير في افرع لانه كتير مرحبا بنات، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. اليوم زي ما حكيت لكم بالفيديو السابق انه راح انزل لكم مشترياتي من مول او بيتي مول. عملت لكم جولة كاملة في هذا المكان اللي اكثر من رائع بصراحة. لو حابة تشوف الجولة كاملة روحي على الفيديو اللي حط لك اياه تحت في صندوق الوصف، احضريه كامل وشوفي المكان قديش بجنن. اشتريت بعض الأغراض من هذا المكان وكانت أغلب أغراضي يا بنات اللي هي لغرفتي. فخليني أورجيكم مشترياتي. قبل ما أبلش جيبيلك فنجان قهوة أو أي مشروب بتحبيه لأنه شوي راح نطول بالفيديو. وتنسيش تحطيلي لايك، تشتركي بالقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد أنا بنزل لكم أول بأول. ويلا خلينا نبلش بهذا الفيديو. خليني انزل الاغراض تحت عشان وانا بورجيكم يا بنات يعني ما كتير اتغلب وانا بطول في الاغراض. طيب اول شغلة خليني احط القهوة هنا عشان طبعا ما تنكبش وهيك. خليني ابلش معكم باول باكت اللي هو هذا الباكت الصغير. اورجيكم شو الشغلات اللي اشتريتها، يعني شغلات هيك صغيرة. هي جبت يا بنات هذه البيوتي بلندر مع الفرشاية تبعت الغسول اللي هي زي فرشاية اللي لونها مانيتو. اكتر اشي حبيته في هذا الباكت او هذا الباكج اللي هي البيوتي بلندر، حسيتها
شوفوا يا بنات، حسيتها كتير كتير الكواليتي تبعتها وكتير يعني سهلة في الاستخدام، فعشان هيك انا جبتها. وزمان ما جددت طبعا بيوتي بلندر، فهاي اول شغلة. جبت كمان يا بنات فرشاية فرشاية اسنان بس كورية، هيك بيجي شكلها. كتير كتير حبيتها وبحب يعني اغراض الكوريين انا كتير، صنع كوري. وكمان حبيت لونها، فكمان عجبتني. وسعرها 8 شيكل، يعني مش كتير غالي. وجبت كمان النبتة اللي هي نبتة اصطناعية، بس كتير حبيتها وحبيت لونها كتير، حسيت لونها زي لون المانجو. وكمان هيك شتوية، فممكن تحطيها طبعا جنب فنجان قهوة هيك على الصينية، تعطي لون حلو. طبعا اللون الأخضر دايما حلو، في يعني بيعطي هيك حياة للمنظر. وممكن تحطيها في زاوية من زوايا المجلس أو في غرفة الضيوف. حبيتها، شكلها كتير حلو. سعرها كان 10 شيكل، يعني لذيذة ورخيصة، مش كتير غالية. خلينا نفوت على الظرف او الباكيت الثاني الكبير. طبعا في شغله من هذه الشغلات يا بنات اللي راح اورجيكم اياها مش من بيتي مول، ما شريتها من بيتي مول، شريتها من موقع فورديل. عن جد كتير حبيتها وكتير كتير متت عليها. هذه يا بنات اللي البليزر او هذا الجاكيت، فراح خليني اورجيكم اياها. هذه الجاكيت يا بنات كتير كتير حبيتها، واللي حبيته فيها انها قصيرة وقماشتها كمان كتير حلوة. شوفوا يا بنات قماشتها، هي من بعيد مش تبين، من قريب اكتر حتبين. هي قماشتها كاروهات. واللي حبيته فيها كمان انه كمها شوي فلافي، مش كتير ضيق. فكتير عجبتني. كمان يا بنات من ورا في قصة هيك شوية للخصر، يعني بتعطي شكل للخصر حلو. شوفوا قديش حلوة، ولونها لون شتوي، فكتير كتير عجبتني. هذه مع الكوي واللبس هيك مع بلوزة مثلا هاي نيك وبنطلون هاي ويست، بتطلع بتجنن يا بنات. فوتي على موقع فورديل، كتير راح تلاقي فيه بليزر وشغلات كتير كتير حلوة، راح تعجبك اكيد، راح تطلب منه انا متأكدة. اوكي نفوت على اللي بعده. هي جبت هذه يا بنات الخديدة او المخدة المكرمية، ورجيتكم اياها اكيد ب الفيديو اللي قبل هيك في الجولة اللي عملت لكم اياها بالبيتي مول. كتير عجبتني وكتير حلوة، وكمان حسيتها شوي هيك موديل ترندي يعني. فحطها على تختي هيك يعني مع المخدات. وسعرها كان 30 شيكل. احلى اشي فيها انك بتاخدي الوجه مع الحشوة تبعتها يعني كاملة، فكتير عجبتني. وجبت كمان يا بنات هذه المخدة او وجه المخدة اللي ورجيتكم اياهم كمان بالجولة. كمان حبيتها وحبيت لونها هيك شوي نسكافيه البارد، ممكن مش مبينة عندكم كتير اللون، بس كتير حبيتها. موديلها مش كتير جديد، جبتها عشان اغير فيها وجه المخدة، كل يومين بحب اغير وجه مخدتي، فحبيتها عشان هيك يعني جبتها. وكان سعرها 15 شيكل، مش كتير غالية. وجبت يا بنات كمان هذه اللوس باودر اللي هي من نوت. هذه هاي كوبي مش الأصلية، بس قبل فترة جبت طبعا لوس باودر بالألوفيرا، كان عليها جليتر وما حبيتها للبشرة أبدا. راح أشوفها معكم، بصراحة ما شفتها. والشيب تبعها يا بنات 01، درجتها 01، ولونها هي لونها حلو، فحلوة يعني. وهذه هيك شكلها يا بنات. الأصلية يا بنات بدك تعرف الأصلية إنهم بيكونوا كاتبين على السبونج تبعتها من هنا، بيكون يعني مرسوم عليها أو مكتوب عليها كلمة نوت أو أي ماركة، فهذه بتكون الأصلية. هذه هاي كوبي مش أصلية، بس يعني منيحة. وجبت كمان هذا يا بنات الحلق حرف السي. طبعا كانوا كل الأحرف موجودين إلا حرف الأم، بس مش مشكلة، حبيت شكله عشان جبته.
حرف السي يا حرف الجي، لا حرف السي. هيك بيجي شكله يا بنات، شوفوا. فأنا فداني يعني أكتر من فتحة، فعشان هيك بحب الحلقان كتير. وجبت السي اخترته، أو ليش اخترت هذا الحرف؟ سندريلا، يلا مش مشكلة، المهم أجيب يعني. بحب الحلقان أنا كتير. وجبت يا بنات هذا السيروم بالشاي الأخضر. استخدمت قبل هيك زيت الشاي الأخضر للبشرة، وكتير كتير حبيته، كتير فرق معي ببشرتي. فعشان هيك جبت سيروم للوجه، انه استخدمه قبل المرطب. وبما انه شتاء وهيك فلازم نرطب بشرتنا ونهتم فيها اكتر في الشتاء. فجبت هذا السيروم، كان سعره 15 شيكل اي ثينك، مش عارفة، بس انه يعني حابة اجربه، واذا حبيته رح احكي لكم وانصحكم فيه. وجبت كمان يا بنات من محل الشكران او الاشقر. هذا المحل كتير بحبه، عامل اوفر على الاجرابات، اللي هي الإجرابات الأشكال هذه، الأفوكادو، الفراولة. فحبيت أشكالهم، موز، وكمان هذه موز، فعجبني أشكالهم فأخذتهم. وناقص عليهم بس أجيب لهم البوت إن شاء الله، أشتري بوت هيك شتوي حلو. فكتير كيوت شكلهم. فرحت أشتري الجرابات الأفوكادو بس ما لقيتهم، بس لقيت هذه الأشكال، فكتير عجبوني وكتير حبيتهم. وجبت اخر شغلة يا بنات، واللي هي هذا المج. ما جبته بصراحة من بيتي مول، لانه ما ببيعوا مجات. جبته من محل لباد للمفروشات، اذا بتعرفوه، اللي بيتابعني من قطاع غزة اكيد بيعرفه. فجبت منه هذا المج. وليش اخترت هذا المج؟ عشان جبت قبل فترة مبخرة على شكل غزالة، وهذا المج مرسوم عليه غزالة، فحسيته هيك اجا مع الستايل، وانه مع يعني بحب اصور قهوتي وهيك يوميا. فروحي تابعيني على حساب الانستغرام، راح تشوفي كل تصويري، وراح تشوفي كل هيك ابداعاتي في القهوة. كتير بحب القهوة وبحب اصورها، مش عارفة ليش، محدش يسألني ليش، بس بحب خلص. لحظة اروح اجيب المبخرة واجي. هيها يا بنات على شكل الغزالة، شوفوا ما أحلاها، كتير كتير بتجنن. جبتها من مول سيزون، فكتير عجبتني وكتير حبيتها، وشكلها كتير كتير بجنن، شكلها زي كأس العالم. المهم فلو حابة تشوف المج وتشوف التصوير الحلو هيك على الانستغرام، روحي تابعيني هناك. وبس والله يا بنات، هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا حبتوا. تنسيش اللايك، تشتركي بالقناة، فوصلوني لل1000 مشترك او لل100,000 مشترك. وبس، سلام.